مساء الخير. طبعا مش محتاجة أقدم لكم نفسي وأقول لكم معاكم ليزا اللي اترسم لها أشهر لوحة في عالم الفن. ليزا، ها صحصحوا معايا، ليزا مش منى. منى دي معناها السيدة، يعني كده يبقى اسمي ايه؟ السيدة ليزا. ما اسمعش بقى حد بعد كده يقول لي السيدة موناليزا. أنا بقى اللي اترسم لي لوحة دار حواليها أساطير كتير وضجة كبيرة، لمجرد إن عيني حسوا إنها بتراقب اللي بيشوف اللوحة وتروح معاه مطرح ما يروح. أمال ما أنا مراقباك وبراقبك وهراقبك. أمال بقى لو وقتها كانوا شافوني وأنا بكلمكم دلوقتي وبحكي لكم قصتي كانوا هيعملوا إيه؟ يلا المهم تعالوا بقى أحكي لكم عن المبدع الإيطالي اللي رسم لوحتي، ليوناردو دافنشي، أشهر فنان في عصر النهضة واللي خد وقت طويل في رسم اللوحة. يعني ما بين رسم وتعديل خد كده بالصلاة على النبي 16 سنة، من 1503 ل 1519، اللي هي أصلا كانت سنة وفاته، واللي لسه كان لحد وقت وفاته بيعدل على اللوحة. يعني لحد دلوقتي، ودي المفاجأة بقى، الموناليزا عمل غير مكتمل. مع إن جوزي تاجر الحرير الفلورنسي الحاج فرانشيسكو ديل جيوكوندو طلب من ليوناردو إنه يرسم لي لوحة علشان يعبر عن حبه وتقديره ليا وفرحته كمان بالمولود الجديد، أو شراء بيتنا الجديد، أيهما أقرب يعني. عقبالكم يا بنات. ومع إن في ناس بتشكك في القصة دي ومستكترين عليا حب الراجل، وقال إيه بيقولوا إن البورتريه ده كان عبارة عن وش ليوناردو نفسه بس بملامح أنثوية، بقى ده اسمه كلام؟ وده بعد ما قارنوا ما بين وشه واللوحة، حطوهم جنب بعض كده راس في راس ولقوا النسب متقاربة تقريبا، يعني الاتنين يعتبروا بالتقريب كده بيكملوا بعض. بس طبعا ولا كأني سمعت حاجة، وهكمل لكم حكايتي على اعتبار إن اللوحة دي هدية من جوزي أبو الجواكيد المتريش ده حتى الاسم التاني للوحة وهو لا جيوكاندا متاخد من لقب جوزي اللي هو الديل جيوكوندو، ما هو تاجر تقيل ومش شوية في البلد. نرجع لمرجعنا. دافنشي ده بقى كان عبقري متعدد المواهب، فكان بقى غير انه فنان كان كمان عالم فلك وشاعر ومعماري ونحات وخبير خرايط، وخدوا دي كمان خبير في التشريح. ما هو قضى كذا سنة في مستشفيات فلورنسا وروما يدرس في الجثث البشرية ويشرحها بعيد عنكم يعني. لكن بالرغم من كده اتأخر جدا في انه يخلص اللوحة، وده علشان عدلها اكتر من مرة. والكلام ده بان في الصور التحليلية اللي عملها علماء العصر الحديث بتوعكم دول بعد ما استخدموا الأشعة تحت الحمراء على اللوحة، واللي بينت فراغات وحدود حوالين وشي والدراعين، غير خطوط رسم أولي كده في فستاني، وكمان في أثناء مرحلة التظليل. ده غير بقى التعديلات اللي عملها على وضع الإيدين والفستان، وده بيوضح قد إيه كان بيعيد تشكيل اللوحة وهو بيشتغل. فرسم أجزاء وبعد كده غطاها بطبقات من ألوان تانية، بس بصراحة دمج ما بينهم بدقة شديدة. والراجل برضه يعني يشكر، ما استخسرش فيا حاجة صراحة، ورسم اللوحة بأصباغ وألوان كانت نادرة في وقتها. وكمان براعته في علم التشريح اللي حكيت لكم عنها دي طلعت على وشي، فهنلاقيه رسمه بالدقة دي، اللهم صل على النبي. سواء بقى في الابتسامة اللي بيقولوا عليها ابتسامة غامضة دي، واللي في الحقيقة ما تعرفش هي ابتسامة حقيقية ولا صفرة من بتوع اليومين دول، ولا بتعبر عن مشاعر مختلطة ما بين بقى حزن على غموض على تحدي، والنبي ما اعرف. لأن حسب ما الناس بتقول، أنا ما عنديش فكرة الحقيقة يعني، لأنها مجرد افتراضات مش معلومة مؤكدة، إني كنت حامل أثناء رسم الصورة، فيمكن دي تكون هرمونات حمل عادية جدا يعني، أو حركة مقصودة من ليوناردو علشان يزود تأثير اللوحة على الناس. العلم عند الله بقى. خلونا نكمل. ظهرت براعة دافنشي كمان في عيوني الجميلة دي، واللي دار حواليها أساطير إيه ما أقولكوش، علشان زي ما قلتلكوا بتجيب اللي يشوفها وتتحرك معاه منين ما يروح أو يجي قدامها، مش بيفلت منها. بس الحقيقة ده لا سحر ولا شعوذة، هو كان بس دافنشي حب يستخدم طريقة جديدة من نوعها كده في الرسم. بدأها في رسم الجسم كله وأنا قاعدة في اتجاه جانبي كده على الكرسي الجميل اللي ملوش مسند الحلو ده، حاجة وجع ظهر قوي يعني. وفي نفس الوقت خلى نظرتي باصة لقدام بشكل مستقيم، لا يمين ولا شمال، وده بيخلي عين اللي بيتفرج على اللوحة تترجم الإشارة دي على إن عيني بتبصلها وتتحرك معاها منين ما تكون. يعني عمل حركة الشقاوة دي كمان بشوية إضاءة ودقة في تضليل العيون والرموش والجفون، والطريقة دي بقى اسمها تأثير الموناليزا أو حركة لا مركزية الوجه. ده لما أحب أكلمكم بالنحوي يعني، ما أنا مثقفة برضو. فبعد كده بقى لما نيجي نشوف نوعية اللوح أو البورتريهات دي، واللي بتعتمد في رسمها على زاوية قرنية العين المرسومة، وكمان اتجاه رسم جسم الشخصية نفسه، كل ده بقى بيدي انطباع إن العين بتاعت الشخصية بتتحرك، لكن في الحقيقة هي لا العين بتتحرك ولا حتى الحواجب. ده بالنسبة لمن يهمه الأمر يعني. وللي بيتريق على حواجبي فأنا مش شايلاها، ده هي وقعت بمرور الزمن عادي جدا واتمسحت.
وبما انهم دققوا بقى في رموشي وحواجبي كان لازم برضه يدققوا في نني عيني، ما هو ده اللي ناقص. طلع بقى نظرية بتقول إن في رموز لحروف LV في نني عيني، ده غير بقى رموز في خلفية الصورة، واللي بصراحة الحق يقال يعني خلفية الصورة كانت مميزة جدا، فهتلاقوا فيها أنهار وجبال كده مش واضحة المعالم، وكمان ألوان مندمجة مع بعضها، وده إدى للوحة عمق أكبر. يا عيني على العمق. لكن طبعا زي ما قلت ولا عيني بتتحرك ولا عرفت حتى أحتفظ بحواجبي، وإلا كنت برقت تبرئة محترمة للراجل اللي تجرأ وسرق لوحتي الجميلة دي من متحف اللوفر في فرنسا. ما أنا نسيت أقول لكم بقى إن دافنشي خد معاه اللوحة دي في رحلته من إيطاليا لفرنسا. يلا ما أنا بحب السفر برضه، وده كان بدعوة من عاشق الفنون الملك فرانسوا الأول، واللي اشترى اللوحة من ورثة دافنشي، وبكده بقت ملك لفرنسا. وفضلت بقى بعدها تتنقل ما بين الملوك لحد ما قامت الثورة الفرنسية، وساعتها بقت ملك المتحف اللوفر ده لحد دلوقتي طبعا. وعلى فكرة بالمناسبة بقى نص سبوبة المتحف دي بسببي أنا، ده أنا بيجيلي حوالي 9 مليون سايح سنويا في عين العدو علشان يتفرجوا بس على لوحتي الجميلة. لكن عشان أبقى حقانية ومتواضعة شوية، وخدوا بالكوا ده سر علشان الإيمج بتاعتي ما تتهزش في الوسط الإعلامي، لوحتي ما كانتش بالشهرة دي من زمان لحد ما اتسرقت على ايد عامل كان بيشتغل في متحف اللوفر، اسمه كان فينشينزو بروجا. سنة 1911 قرر انه يسرق لوحتي بدافع انه يرجعها لايطاليا بلدها الاصلي. يا عيني على الوطنية. والراجل باعتباره انه بيشتغل في المتحف محدش شك فيه، واللي طبعا استنى في يوم كان فيه المتحف فاضي خلاص من الزوار والعاملين كلهم، وراح فاكك اللوحة بمنتهى السهولة وروح بيها، ولا من شاف ولا من دري. دول حتى ولا حسوا بيا في المتحف اني اتسرقت اصلا، ما هم افتكروا اني رحت التنظيف ولا الصيانة، ما بدأوش يشكوا لما اتأخرت عليهم ولقوا مكاني فاضي. بعد كام يوم افتكروا بسلامتهم يسألوا عليا، وساعتها أخيراً اكتشفوا السرقة. واستمر التحقيق في السرقة سنتين يا مؤمن، معرفوش يوصلوا للي سرقني مع إنهم حققوا مع طوب الأرض. لكن طبعاً الحرام ما بيدومش زي ما انتوا عارفين، وفينشينزو اتقفش وهو بيحاول يبيع اللوحة في إيطاليا، وحصلت بقى احتفالات وضجة كبيرة في إيطاليا لأنهم قدروا يلاقوا اللوحة الأصلية المفقودة، وده بقى اللي فرنسا ما قدرتش عليه. مش يداروا بقى على شمعتهم، لا ازاي، ما ينفعش، لازم نتفشخر. وده طبعا خلى فرنسا سمعت بالخبر، ودارت بقى محاورات ومداورات لحد ما وافقت ايطاليا انها ترجع اللوحه تاني لمتحف اللوفر. وطبعا ده بقى كان ترند وقتها وسمع في الجرايد، وبقت سيره اللوحه على كل لسان. وبس بقى من هنا جت شهرتي وبقيت اشهر لوحه في العالم تقريبا، ومن اكتر اللوح اللي بتجيب فلوس على فكره، طبعا بتعبي وشقايه وركنتي في المتحف طول الليل والنهار. ومن كتر بقى جمال اللوحه حاول ناس كتير انهم يرسموا نسخ من نفس اللوحه دي على مدار الزمن بقى، لكن اشهرها واجملها هي لوحه موناليزا برادو او موناليزا ديل برادو، والمحفوظة في متحف برادو في مدريد. ودي كانت نسخة عملها تلميذ شطور من تلاميذ دافنشي وقت عمله للوحة الأصلية، لكن ألوانها واضحة أكتر لأن ما فيهاش التعديلات وطبقات الألوان الكتير اللي عملها دافنشي على اللوحة الأصلية. ولسه لحد دلوقتي بيقلدوا اللوحة، ده غير كمان إنها بقت ملهمة لصناع السينما. يلا كفايه رغي بقى، لما الحق اقوم اعمل لقمه لابو الجواكيد احسن قرب يرجع من الشغل، وكمان علشان الحق ورديه الليل في المتحف. كلام خدني والوقت جري. وما تنساش انا مراقباك وبراقبك وهراقبك، بس من غير حواجبي، واللي بالرغم من كل ده محدش هان عليه يرممها ولا يحاول يرسمها لي تاني. يلا فوتكم بعافيه.